حابب اتكلم عن مباراه النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا اللي خلصت بفوز النادي الاهلي 1-0، وشفنا لعيبه سيراميكا كليوباترا كانت بتعمل ايه. طبعا ده انطباع جاي من المدير الفني من علي ماهر اللي هو عنده لا مبالاه، مش فارق معاه يكسب او يتعادل او يتغلب، اهم حاجه يشوف فريقه فريق النادي الاهلي، لان هو اهلاوي اهلاوي اهلاوي، فريق النادي الاهلي ياخد الدوري السنه دي، فمش فارق معاه. مع انه كان قدام النادي الزمالك كان بيموت نفسه عشان الزمالك ولا يكسب ولا يتعادل، كان هو اللي حابب يكسب نادي الزمالك. فطبعا زي ما احنا ما شايفين لعيبه سيراميكا كليوباترا عندها لا مبالاه جوه منطقه الجزاء عند محمد الشناوي، مش عاوزين يجيبوا جون، بيباصوا لبعض، ده يرقص ويباصي، ده يرقص ويباصي، زي ما احنا ما شايفين لا مبالاه، مش عاوزين يجيبوا جون. ده لو ماتش في الهبوط وسيراميكا كليوباترا كان ممكن يهبط لو اتغلب او اتعادل الماتش ده، لو كانت داسوا لعيبه سيراميكا كليوباترا داسوا شويه بنزين كانوا يقدروا يتعادلوا مع النادي الاهلي او يقدروا يكسبوا الاهلي، لان الاهلي في اسوأ حالاته مع عماد النحاس في الماتش ده، وكان سيراميكا كليوباترا فايق عنهم واللعيبه فايقه بس مش حابين يكسبوا، مش حابين يجيبوا جوان، زي ما احنا ما شايفين الهجمه عامله ازاي، وكذا هجمه زي كده ضيعوها ويقعدوا يباصوا لبعض ويرقصوا ويعملوا زي ما تقول ان هم خلاص كل لعيب فيهم بقى مارادونا، مش عاوزين يجيبوا جوان. والشوط الثاني نفس النظام، هجمه برده نفس النظام، نفس نظام الشوط الاولاني، بص ويرقص ويعمل وده عاوز يعمل وده عاوز يرقص ويباصوا ويقعدوا يباصوا جوه منطقه الجزاء ومش عاوزين يجيبوا جوان لعيبه سيراميكا كليوباترا. وبعد كده نيجي نشوف محمد الشناوي احسن حارس مرمى في مصر، الحارس الاوحد، الحارس الاول، حارس نادي الاهلي الاول والاساسي وحارس منتخب مصر الاساسي. شوفوا بيعمل ايه، الكره لسه ما طلعتش بره، تركيزه فين هو؟ عشان كده ده تركيزه مش موجود في الملعب. محمد الشناوي تركيزه مش موجود، كان عنده مشكله في العقد، ودلوقتي كل اللعيبه بتجري ورا الماني، بتجري ورا الفلوس، بيبصوا لزيزو خد 400 خد 500 مليون، فكل اللعيبه عندها مشكله. حتى محمد الشناوي كان عنده مشكله في عقده وخلاص جدد عقده مع النادي الاهلي لانه كان بيفكر في الفلوس، عشان كده تركيزه وقع منه، ما عندوش تركيز خالص في المباراه. الكره لسه ما طلعتش بره وبيجري يجيب الكره من بره زي ما احنا شايفين، والكره تيجي لزلاكا لسه هيستلم وهيرقص وهيعمل، ده لو استلم وشاط على طول كان دخل الجون. طبعا زي ما احنا ما شايفين، عشان ما نقعدش نقول بقى مين بيفوت المطوشه ومين بيفوت لمين، والزمالك هيفوت لبيراميدز، ويطلع الاعلام يقعد يطبل يقول لك لعيبه الزمالك هتفوت، الاداره هتطبل مش عارف ايه، وبعد كده يقول لك جماهير الزمالك هيشجعوا بيراميدز، مش هيشجعوا فريق نادي الزمالك. لا يا باشا، انا ما بشجعش الا فريق نادي الزمالك، احنا ما بنشجعش الا كيان نادي الزمالك، احنا مش زي اي حد. لك الله يا زمالك، لك الله يا زمالك، والزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر.